أنا أحب اليهال يعني. تحب أن يأتيك أولاد. طيب لكن تظل على حالك، هل تتوقع فيه فتاة يعني؟ بس أنا حتى أخاف لا تزوجت وجبت أولاد بهالشكل فيردون، حتى لو أنا يمكن صرت 50% أوكي سيدة، يسرون نفسي بعدين، هاي كلها في رقبتي. طيب أنت الآن ما تخاف يجيك مرض، يجيك بلاء، ايدز، هربس، شيء من هالاشياء؟ بلى اكيد. طيب هل يعني ناس يموتون في جهاد، ناس يموتون في سبيل الله، وانت ترضى تموت بايدز؟ لا طبعا، ما حد يرضى على عمره. طيب ليش ما تحدث نفسك تتخذ قرار شجاع تصلح ما بينك وبين الله؟ حاولت جد صدق. يعني انت الان غير سعيد بواقعك، يعني غير سعيد ان فيه ناس حولك وانت ترقص وتسوي نفسك بنت. احيانا انام مثلا بعد ما ينتهي يومي على السرير، يعني افكر في اللي انا سويت فيه، فاقول هاي غلط وكذي. اتعالج انا عن طبيب نفساني، اخذت حبوب، اخذت يمكن 3 سنين كنت اخذ حبوب من عند طبيب نفساني. حبوب لاجل يعني اني ارد نفس قبل، اني ارد صبعي مالي في الحركات. وتكون الحبوب حبوب ذكرويه، يعني فيها هرمونات ذكرويه. هرمونات ذكرويه. ما في فايده. ما في فايده. يعني انا ما اظن انه لما واحد يقول بحتاج اكثر من واحد، مش واحد في قطر يعني. اي ما في فايده. يعني انا اتوقع احمد انه وفهد ان الواحد اللي يبغى يعالج نفسه ويريد يتخذ قرار شجاع لن يعجز عن ذلك يا جماعه. يعني واحد يبغى يترك التدخين، خلاص لا تجالس مدخنين، لا تشتري دخان. واحد يبغى يترك الخمر، خلاص لا تروح الخماره. واحد يبغى يترك الزنا، لا تتصل على من تقع معها في الزنا ولا تسافر الى بلاد زنا. انت اذا اردت انك تتخذ قرار وتصلح امورك يا اخي، اقطع علاقتك بجميع الفسقه اللي انت مسوي معهم علاقات، لا ترد على تلفوناتهم. ما تقدر فهد تتخذ هالقرار الشجاع في هاللحظه. يعني امك وابوك راضيين عن حالتك؟ طبعا لا اكيد ما براضيين، بس ان شبابنا ما يخلون هالجنس في حاله. يعني حتى لو يعني خلاص تاب ولو لحيته ليس سره، بعد بيتم هو في عينهم هذه كان جنس ثالث. ما هو بشرط، لكن خلاص يا اخي عفى الله عما سلف. ما في فايده. ما في. المجتمع كذي. انتم شباب يا اخي الكريم، انتم تصورون لنفسكم هالتصور الان. يعني انتم الان ابليس قاعد يقنعكم. لا احنا حاولنا نبتعد، يعني اسالك سؤال، قعدنا كلنا عن بعضنا، كل واحد راح في حاله، اندمرنا اكثر، تعرفنا. انا قعدت سنه ترى ما شفت حد، وطلعت من مدرستي انا سنه وقعدت في البيت ترى ما شفت حد ولا اكلم احد ولا هاي، بس مع اهلي. رديت انا من قبل. طيب انا بسالك سؤال، الان اللي يبغى يتخذ مثل هذا القرار بالتوبه والاصلاح ما بينه وبين الله، ليش ما تحلق راسي شعرك؟ الان شعرك انت يطق نصف كتوفك، يطق نصف ظهرك تقريبا ولا لا؟ ليش ما تحلقه من اتخاذ القرار الشجاع؟ الشعر انا لما احلقه تجيني حاله نفسيه. ما هي مشكله، خذ حبوب على الحاله النفسيه. ما في فايده، ما في فايده. يمكن انتحر. لا نلعب على نفسنا، لا نلعب على نفسنا، ما دام الواحد يريد الحق ويريد الخير. ما تقدر انت تقول اول شيء نفس الكلام انك انت بتقص الشعر، بس تحس ان في شيء ناقصك، يعني بها الشيء. يعني والشعر مو قضيه. لا قضيه، انت الان لما توقف انت كم تقضي امام المرآة يوميا؟ انت تستشور شعرك؟ تستعمل له استشوار؟ احيانا. طيب وتستعمل يبدو انواع من المكياج؟ طيب كم تقضي هذا الوقت؟ يعني انا اتصور انك تقضي يمكن انت كذا احيانا نص ساعه قدام مثلا واحد مثلا صبيلي يتسلى في كوره، يتكلم ربعه، يشوف تلفزيون، يلعب سوني شاي، صح؟ بس انا شفت نفسي متضايق ويعني ابي شيء اتسلى فيه، افتح شنطه المكياج، ارسم مكياج نفسي واطلع لي مويه جديده. حتى هذا اللي بروح اصور نفسي، يعني هذا اللي بروح يتسوق او شيء، يعني المحلات اللي ندخلها مش يعني كأنه في شيء يقول لك لا ادخلها المحلات، ادخلها المحل، لدرجة ان ندخل محلات نسائية يعني ملابس داخلية. مش محلات رجالية، تشوف الاغراض ما تعجبنا. لا ما نبي لا ما ناخذ، مو بحلو علي، لا افسخها، اغصب نفسي اخذها البسها، فهمت شلون كذي؟ مشكلة شباب، انتوا حطيتوا في نفسكم هالقناعات هذه، وبالتالي صارت تصرفاتكم مبنية على تدري هالشغلة من احنا كنا صغار،
فهمت شلون؟ صعب انك تغير هالشيء. بعدين في يمكن ناس صاروا هالشكل عشان الحاجة، عشان حاجتهم. ما سبحان الله. طيب يكلم واحد بس عشان ياخذ من عنده فلوس. اوكي، هلا ابوه مثلا والده والدته مش معه او متوفين. مثلا انا عندي واحد من اصدقائي نفس الحالة، مش قدري من برا معنا في الدوحة، كان يشتغل في الدوحة وتفنش، ما عنده ياكل ولا يشرب ولا عنده سكن، ساكن عند واحد يصرف عليه، ويروح جلسات، يروح اماكن عشان بس يتعرف على ناس ويصرفون يعني. فهد هذا ما هو بعذر له انه يرضى بالذل على نفسه. يعني اسالك سؤال، انت الان وانت قاعد ترقص بين رجال، خلنا واضحين، الا تشعر بنوع من الذل ونوع من يعني اني انا يعني احتقر نفسي؟ لا، هي سالفة وناسة. لا بالعكس، هلا لما نطلع يقول مين اللي يرقص احلى واحد. طبعا يا جماعه هذا كله من يعني لعب الشيطان بالعبد. اولا انك ما تقدر انك تتوب، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ترضى انك يقع عليك هاللعن صباحا ومساء؟ يقول عبد الله بن عباس، يقول من كان يعمل عمل قوم لوط ومات من غير توبه مسخ في قبره خنزيرا. لا يرضى الواحد يا جماعة أنه يكون لها الحال. أعظم عقوبة أنزلها الله تعالى على قوم أنزلها على قوم لوط. يعني بل إنه إذا وقعت الجريمة في الأرض يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. يقول بعض العلم الملائكة يعني تمسك السماء أن تقع على الأرض بهذا السبب. ولما لوط كان يقول لقومها تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يا أخي الله تعالى خلق الرجل ليكون رجلا، واختار الله تعالى لك أنك تكون رجل، تكون رجل في اسلوبك، تكون رجل في لباسك، تكون رجل في شعرك. يعني يا شباب حتى مسألة إطالة الشعر، اللبس البناتي، لبس البنطلونات، لبس غير مسألة انه مخالفة شرعية. يا اخي انت ايش اللي يخليك لا تقدر تحضر عزايم، لا تقدر انك تمشي بين الناس وانت مضبوط، تمشي في السوق كل واحد يقول عليك كلمة؟ كيف ترضى على نفسك بهذا؟ اتخذ قرار من هاللحظة هذه. مسألة وجود الشعر اللي يطق الكتفين هذه ما لها داعي. ليش ما تروح وتعتمر وتحلق يا اخي صفر؟ تحلق على الموس. رحنا اعتمار حجينا، حلقت موس، حلقنا موس. ايوه اوكي، وردينا. رديت لان اصحابك ردينا بدون اصحاب بدون شيء، تمينا ل6 شهور ردينا اخذنا. ما اشغلت نفسك بالخير. والله لو بحثت عن صحبة صالحة ودخلت في حلقة تحفيظ قرآن وجعلت لك هم اني احفظ القرآن خلال سنة وبريت بوالديك وغيرت طبيعتك، واذا كان عفوا عندك مشكلة تتعلق بالجسد تتعلق بالنفس عالجت علاج تام، والله ان تصلح امورك. لكن اذا كان الواحد يبغى يعالج ويبغى يبغى انه يلقى جو جميل وهو قاعد جنب النار، طيب طف النار ولا قم من عنده ولا قم من عندها. لابد تتخذ قرار شجاع، ما فيها كلام، خلونا واضحين مع بعض. لذلك انا ودي يعني من هاللحظة هذه لا يكون يا شباب مجيئكم وزيارتكم لنا، وجزاكم الله خيرا تجيتوا بنفسكم لما دريتوا ان احنا نسجل، لا تكون زيارتكم لنا لاجل فقط والله ان احنا تكلمنا عن هذا الموضوع. انتم اشترطتوا ان لا تطلع صوركم وانا اشترطت ايضا وهذا شيء جيد، لكن انا ابغى من هاللحظة هذه كل واحد يتخذ قرار شجاع. تصلح امورك يا اخي بينك وبين الله، بكره وراك قبر وراك جنة وراك نار. اذا سالك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وقال ضيعت سنتي والله مبقيها، انا دعوتك وعلمتك الدين ليش ما اتبعتني؟ ايش بتقول؟ ما قدرت يا رسول الله، والله انا طولت شعري، والله انا ربي لن يعذرك اذا قلت والله امي ولا قلت ابوي ولا دورت يعذر، ما دام انه ما هو بشيء تستطيع انك تفعله انت ولا رب العالمين لن يعذرك. اخواني ودي الواحد يعني فعلا يتخذ قرار شجاع مع نفسه، وكونكم والله تبقون على هالحال بتدمرون انفسكم، وبكره والله نزورك في المستشفى فيك ايدز ولا فيك، وحتى لو نجوت من عذاب الدنيا لن تنجو من عذاب الاخره. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزناة وهم اقل حالا ممن يعمل عمل قوم لوط، قال انهم يعلقون يوم القيامه بعراقيبهم، يعني مقلوبين ويضربون بسياط من نار. اذا كنت مسلم لابد انك تصدق مثل هالكلام، ما دام انك تقول اني مسلم وانتم اسماءكم اسماء اسلاميه وابناء ناس مسلمين وجزاكم الله خير تقولون انكم تصلون ايضا، ما دام الواحد يا اخواني على هالحال هذا، وان الله تعالى قد اكرمك بالاسلام، الى متى يستمر على هالحال؟ الشباب يشيرون لي ان وقت الحلقه انتهى،
فإذا أحد منكم عنده كلمة أخيرة. فهد. أبد والله. ما عندي كلمة أخيرة. أسأل الله أنه يوفقنا وإياكم، وأنه يتوب علينا وعليكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم، وأنه يجعلكم نافعين لأمتكم. قولوا آمين. وأنا أرجو ممن يشاهدنا الآن من إخواننا وأخواتنا أنهم يؤمنون. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبكم وقلوب أبناء المسلمين جميعا، وأن يجعلكم نافعين للمجتمع ومصلحين فيه، وأن يرزقنا وإياكم طاعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره. من وإن كنت أفرح بلقاء الشباب، فهم يبقى أنهم إخواننا وأبناؤنا، وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبهم وإنا وإياهم على الخير. وإن شاء الله تعالى لنا لقاءات أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.